تخبرنا أكثر عن الحفل وقد إيه عشاق هيك نوع من الاحتفالات بحاجة لهيك نوع حفلة راقية؟ هو حفل يوفوريا فريد من نوعه، كان المزيج من الميوزك رح تكون بهالليلة الليلة الساحرة، رح تكون فيها كل أنواع الموسيقى بين السبانيش والفلامينكو والرقص والمغنى أكيد، بلاس البيانو كمان له دور والجيتار كمان رح يكون له دور. بدي أعرف هل إحساسك وموهبتك هن سبب من أسباب نجاحك ووصلوك للي أنت فيه هلأ؟ يعني طبيعي اللي بده يفوت بموضوع الاحتراف الفني والموسيقي بيتطلب كتير جهد، تمارين، تحضير ليوصل على هو حابب يوصل عليه كميوزك يكون فيها ايدنتيتي بكذا ستايل، بتوزيع جديد، باوركستراسيون سبيشال رح يكون، يعني كله بيتطلب مجهود، بيتطلب تحضير وتمرين. يعني هيدا العمل كتير اخذ تحضير وصلنا لهون. هلا بتشوف الدانسرز والشغل كله الكامل مع هيدي اللوحه الفنيه المحضرينها. بدي اعرف هل عم تعملوا دورات تدريبيه للاشخاص اللي عندها حب لهيك انواع فن؟ بعد هذا الموضوع ما صار، ممكن مستقبليا يعني يكون في هذا الموضوع كتير حلو، يعني اكيد يصير، بس كله بيتطلب يعني مجهود وتحضير ويكون في فكره اكيد. نحن قادمين على الصيف، هل رح نشهد نشاطات تانية، احتفالات تانية خلال هذا الموسم؟ اكيد ممكن هذا الكونسرت تكون بغير مطرح بعد ما حددنا وين، بس كمان ممكن يكون بشيء على مستوى ثقافي كتير كبير، كمان يكون بفستيفال معين بده يصير في البلد. يعني هذا الشيء اللي قدام شوي بيطلع الدخان الابيض من هذا الموضوع. نحن قادمين على عيد الاضحى، بدي اعرف شو امنياتك مع حلول وقدوم هذا العيد؟ يعني امنياتي بكل الاعياد يعني يكون في حل السلام، يعني نحن نعيش بسلام ونقدر نوصل هذا الحب من وراء الموسيقى، من وراء الرقص، من وراء الغنى، نقدر نوصله للعالم كله. ولبنان هذا الشيء بتميز فيه، يعني رغم كل الظروف عم نقطع فيها سيئة، بتلاقي انه في سهرة بتكون ماشية او حفلات، كلها اهم حفلات من الوطن العربي، نجوم الوطن العربي رح يكونوا موجودين بهالصيفية بلبنان. يعني لبنان يعني ما بيموت، يعني ما بيموت بالفن ولا بحفلات الكبيرة، فهذا الشيء بيميزنا اكيد نحن كلبنانيين. بدي اقول لك جود لك وثانك يو لك. ثانك يو. بدي اسالك كيف كانت التحضيرات لهيدي الحفله؟ اخذت كثير شغل، خاصه الاشياء اللوجستيه، تحضير المسرح، الصوت، الاناره. بعرف كتير عالم أصواتها حلوة، يعني مين بيغني هالغنية بأحلى صوت جايبوا الليلة تيغني. مشان هيك رح تسمعوا ناس أماتور منهم بروفيسيونيل، بس رح يغنوا الغنية أحلى من المغني الأصلي.
يوصلوا فيها. عندنا اكيد شخص واحد بروفيسيونيل اللي هو جهاد وهبي، بدي اعتبره مزاحم للجهاد، والبقيه من وجود هن جماعه اماتور بيغنوا كاراوكي، ما عندهم اغاني لهم واصواتهم فعلا كثير حلوه. مشان هيك انا حبيت انه يشاركوا معنا بهالكونسرت. اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه، وان شاء الله تحبوا هالعرض الحلو. Ladies and gentlemen, please welcome جهاد وهبي. Thank you very much, and thank you for Rania Kazan. Rania, please, on the stage. I love you. He can send you any place he wants, to fancy clubs and restaurants, but I can't.
واحد